بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله هنشوف طريقه زرع الصبار. زرع الصبار ده مفيش اسهل منه. طبعا حد كتب لي في القناه بتاعتي وقال لي عايزين نشوف زرع الصبار. الصبار ده مزروع زرع كده في البيت، بيبقى اخضر بالشكل ده، وبيبقى فيه منه ده لما بيبقى عطشان قوي بيبقى لونه كده، واول ما يشرب الميه بيخضر وبيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده لما بيكون ساقي ميه بيروح مخضر بالشكل ده، ولما بيعطش قوي بيبقى باللون ده. طيب احنا عايزين ايه نشوف الصبار ده بيزرع ازاي. طبعا بيزرع بسهوله جدا، سهل زرعه قوي قوي قوي. بنروح جايبين الصباره زي ما انتم شايفين كده، عامله ولده حواليها. بناخد ولده من اللي حواليها دي نشتلها في قلب رمله، في قلب طينه، في اي حاجه، حتى الرمله اللي بتاعت البنا، يعني الرمله اللي بيتبني بيها بيزرع فيها وبيطلع. يعني انا معظم الزرع ده مزروع في رمله وبيطلع وبيبقى جميل. الزرعه لما بتزرعوها بتكبر وبتولد حواليها. نيجي كده نجيب تراب، ده تراب عادي، وهنجيب واحده من اللي هنا دي، من الولده اللي هنا دي اهي، بتطلع كده بسهوله اهي بالشكل ده كده اهي. ونيجي نفتح في قلب الترابه دي كده بالمنظر ده كده اهي، افتح لها في شويه فتحه كبيره كده، واروح قافله عليها التراب او الرمله بالمنظر ده حبايبي اهو بالشكل ده، واروح سقيها ميه. الطينه دي ميه بالمنظر ده، بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده، واروح سايباها. هتشد وهالجدر بتاعها، هي جدرها ما بيبقاش كبير قوش، وهتبصوا تلاقوها اسبوع وتلاقوا لونها يخضر وتبقى جميله بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. اول ما تشد في قصريه الزرع اللي انتوا زارعين فيها هتروح مخضره وتبقى جميله وتبقى حلوه. وفيما بعديها بشهر ولا اتنين هتبصوا تلاقوها عامله ولده حواليها كده. الولده دي تروحوا شايلينها وزارعينها في قلب قصاري تانيه، هتلاقوا عندكم صبار كتير قوي قوي قوي. الصبار ده زي ما بقول لكم بينفع ليه فوائد كتيره كتيره كتير. الشجره دي انا جبت بذره بلح وزرعتها، طلعت نخله بالشكل اللي انتوا شايفينها دي، برضو في ايه، في حاجه بلاستيك صغيره كده، في اي قصريه، في اي علبه بلاستيك، اي حاجه، وطلعت النخله اللي انتوا شايفينها بالمنظر دون من نقايه بتاعه البلح. ودي طريقه زرع الصبار. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في مطبخ ماما بطه، واعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.